تخيل انك بتتكلم صيني واللي قدامك ده بيتكلم عربي، هل هتفهمه؟ اكيد لا. طيب لو جبت سمكة وحطيتها في حوض سمك وجبت لها اكل من اللي انت بتاكله اللي هو موجود في التلاجة، صحيت الصبح لقيت السمكة دي ماتت، تفتكر ماتت ليه؟ انت بتحبها لكن اللغة بتاعتها تختلف تماما عن اللغة بتاعتك. ده نفسه اللي بيحصل مع الناس، بنحب بعض ولكن كل واحد فينا له لغة مختلفة عن التاني بيفهم بيها الحب. الدكتور جاري تشابمان كتب كتاب سنة 1992 اسمه The Five Love Languages، يعني لغات الحب الخمسة. الكتاب ده انتشر في العالم كله وفهم الناس ازاي في حب بس مفيش احساس بيه. تعالوا بينا نبدأ الرحلة، هنتكلم عن 5 لغات حب وكل لغة بقصة وحكاية مختلفة. وأول لغة هنتكلم فيها النهاردة وهي كلمات التقدير مع سارة والمدير. سارة كانت بتشتغل كل يوم وبتنجز وبتتعب وبتعمل كل اللي عليها بإخلاص شديد جدا، لكن مديرها عمره ما قال لها كلمة شكرا ولا حتى شغلك ممتاز. كل ما تطلب تقدير يقول لها ده شغلك وانت بتاخدي راتب عليه. وبعد سنة من الصبر قالت له كلمة واحدة بس، أنا ما كنتش مستنية ترقية، أنا كنت مستنية كلمة واحدة. سارة هنا لغة الحب بتاعتها كلمات التقدير. الكلمة كانت بالنسبة لها حب. في ناس كده بتحس إن أنت بتحبها لو قلت لها بس كلمة أنا فخور بيك، الله شغلك ممتاز، الله ينور عليك، إيه الجمال والحلاوة دي. الكلمات أو اللغة بتاعتهم هي الكلمات، كلمات التقدير. لو بتحب حد لغة حبه كده قولها وما تسيبش الكلمة الحلوة جواك من غير ما تخرجها. تاني لغة معانا النهاردة تبادل الهدايا، وهنتكلم فيها عن ريم والكارت الصغير. ريم كانت مخطوبة لشخص بيجيب لها هدايا غالية جدا وحاجات كده براندات، ولكن ريم كانت شايفة ان الموضوع ده يعني حاجات عامة مش نابعة من إحساس داخلي جواه. حصل حدث مهم في حياة ريم وهو عيد ميلادها، جاب لها كارت صغير كده شكله حلو ولونه أصفر وكتب لها أنا بحب صوتك وانت بتضحكي، بحبك كمان وانت بتخافي عليا من غير حتى ما تقولي. في الوقت ده طبعا ريم عيطت وحست الكلام بجد، وقالت لخطيبها دي فعلا أغلى هدية جبتها لي في حياتي، مش لأن الكارت غالي، لا، لأنه حس ولمس مشاعرها. الناس اللي لغتهم كده مش شرط خالص إن أنت تجيب لهم هدية غالية جدا أو حاجة براند، ولكن هم بس عايزين يحسوا إن أنت ضيعت وقت في إنك تفكر فيهم. ثالث لغة معانا النهاردة وهي الأفعال الخدمية، وهنحكي ونتكلم عن أمينة وجوزها الصامت اللي ما بيتكلمش. أمينة دايما بتقول إن جوزي مش رومانسي خالص وما بيعرفش يتكلم وعمره ما قال لي أنا بحبك ولا جاب لي وردة ولا حتى كتب لي جواب. وهنا المفاجأة، لما كانت تعبانة قدم هو الجديد. عمل إيه؟ دخل المطبخ، غسل المواعين، عرف إن هو يهدي العيال ويطبطب عليهم ويمشي الدنيا عشان أمينة تعبانة. هنا أمينة وقفت شوية وقالت الله، ما يمكن الأفعال دي بتدل على الحب، ما يمكن هو لغته الأفعال الخدمية. أنا ليه متعلقة بإني أسمع كلمة الحب؟ هو بيحبني بس بلغته هو. وهنا طبعا عايزين نسقف لأمينة ونقول لها برافو عليكي إنك قدرتي تفهمي لغة حب جوزك، وقدرتي تعرفي إن برغم إن هو ما بيقولش بحبك بس بيقول لي بحبك بأفعاله الخدمية. ودي حاجة. جوز أمينة هنا اللغة بتاعته اللي بيتكلم بيها الأفعال الخدمية، هو بيقول لها أنا بحبك بس من غير ما ينطقها ببقه. ولازم برضك جوز أمينة، ودي لازم نقول له برضك في الموضوع، إن أنت خد بالك من لغة مراتك. أنا عارف إن أنت بتقول لها بحبك بلغتك اللي هي الأفعال الخدمية، ولكن هي عايزة تسمع كلمة حلوة. الكلمة الحلوة مش هتنقص منك حاجة، فلو قلت لها أنا بحبك، الله شغلك حلو، الله ممتاز عليك الجلابية ديت، مش هينقص أي حاجة. ولكن دي كلمة شكر واعتزاز فعلا من أمينة إن هي قدرت تفهم الموضوع ده. والله ما هو جوزي هو بيقول لي بحبك بس بطريقة غير مباشرة، بطريقة الفعل اللي هو بيعمله في البيت، فده حب. ورابع لغة معانا النهاردة وقت الجودة.
الحضور مش الوجود. طفل بيقعد مع ابوه ساعة يوميا، بس الاب ماسك الموبايل طول الوقت. وفي يوم الطفل قال لابوه وهو قاعد معاه وماسك التليفون: ممكن يا بابا لما انا اقعد معاك تسيب التليفون من ايدك؟ وزي ما شفنا كده شهد وهي بتتكلم، يعتبر هي بتتكلم معانا في الفيديو، هي بتقول ان ده اللي المفروض يتعمل. ممكن يا بابا تسيب التليفون علشان انا حابه اقعد معاك؟ الكلام ده الى كل اب وكل ام. التليفون بقى مشكله اليومين دول، لانك انت معظم الوقت مصاحباه، مش قادره تصاحبي لا ابنك ولا بنتك ولا اي حد، طول الوقت ماسكه التليفون. ممكن يكون لغه ولادك هي لغه الحضور، فلازم تخليكي حاضره وموجوده معاهم. اعرفي لغه ابنائك ايه، الهدايا ولا الحب ولا الفعل ولا الحضور الفعلي، حابه تقعد معاكي ولا لا. مش طول الوقت ماسكين التليفون وسايبيننا من الناس كلها. لو بتحب حد لغته كده، اقفل الموبايل وبصله واسمعه وحس بيه. النية هتفرق اكتر من الوقت. واللغة رقم 5 اللي معانا النهاردة هي اللمسة الجسدية. قصة سارة والبنت الصغيرة اللي قابلتها في الشارع. سارة كانت بتمر بيوم صعب جدا. قابلت وهي ماشية في الشارع بنت بتعيط. عملت لها ايه؟ مش عارفة تعمل سارة ايه. قربت منها وحضنتها. البنت قعدت تعيط وسارة كمان قعدت تعيط. سارة بتقول ان هي حست ان هي اللي كانت محتاجة الحضن ده، محتاجة اللمسة دي. علشان كده بنقول ان اللمسة الجسدية بالنسبة للأطفال نوع من انواع الحب. اللمسة الجسدية بالنسبة لناس تانية حضن اخ، حضن اب، حضن ام، محتاجينها كلنا. فما تحرمش نفسك من ده وما تحرمش حبايبك من ده مهما كانوا. الحضن واللمسة الجسدية حتى لو السلام بالإيد مهم جدا. في ناس اللمسة عندهم اطمئنان وحنان وحب، مش لازم بس كلام، حضن واحد كفاية.